السلام عليكم، مرحبا بكم البنات. شوفوا هذه التوابل تاع شوربة تاع فريك وتوابل تاع المرقة البيضاء. جربوا هذه التشكيلة والمرقة تاعكم راح تكون تريح من بعيد. يعني هذه التوابل هذو راهم كامل مرحيين. عندي هنايا ربطة نعناع وربطة تاع زعترة، وعندي هنايا كزبر، ونعناع هذا أنا نحتاج منه 2 ملاعق فقط. هنا قلت لكم عندي كزبر مرحي، وعندي هنايا بسباس مرحي كذلك، كلش هنا راه مرحي كما راكم تلاحظوا. وهنا عندي زنجبيل مرحي، وعندي قرفة مرحية كذلك، وعندي ثوم مجفف، وعندي كركم. هذه الوزنات راهم كامل نفس الحجم. وهنا عندي فلفل عكري يعني حلو، وعندي قرفة عود كما راكم تلاحظوا. راح نستعمل نصف توابل نستعملها من المرقة بيضاء، والنصف الآخر حنستعمله للحريرة أو الشوربة تاع رمضان. الريحة تاعها راح تولي تعبق، ريحتها روعة البنات. جربوا هذه التوابل بهذه التشكيلة وبهذه الطريقة راح تعجبكم، وراح تكونوا تعتمدوها يعني في كل رمضان راح ديروا نفس التشكيلة وراح تدعوا لي إن شاء الله. نبداو نشكلوا هذه التوابل هذو. راح نحتاج منهم يعني ملاعق فقط، مش حنحتاجهم كامل. نبداو بسم الله. عندي هنايا الكزبر راح نحتاج منه 4 ملاعق. الكزبر هذا كما راكم على بالكم راه مرحي. أنا شريت كلش هنايا حب، ومن بعد قلت للعشاب ارحيهم لي كل وحدة يعني وحدها، هكذا يكون البنة تاع التوابل تاوعي يكونوا بنتهم فعالة أكثر من نشريهم ديريكت مرحيين. يعني هذه كنصيحة فقط. شوفوا هنا البنات، أنا راح ندير نعناع وزعترة. كما على بالكم الزعتر يعني يرفع المناعة، ماذا بيكم ديروه في التشكيلة هذه ويعطي بنة روعة للمرقة تاعكم. أنا درت 2 ملاعق نعناع ودرت ملعقة كبيرة زعتر. هنا عندي الزنجبيل، درت منه ملعقة. البنات ما تنسوش تخلوا لايك ليستفيد الجميع. وعندي هنايا ملعقة تاع بسباس كما راكم تلاحظوا. وراح نضيف كذلك شوية تاع قرفة، يعني ربع ملعقة فقط تاع قرفة. البنات مع هذه التشكيلة هذه تقدروا تزيدوا الرند، يعني كشجرة تنحوا منها يعني بالوحدة فقط. وهنا عندي الثوم الملحي المجفف، أنا ضفت منه ملعقة، وتقدروا تزيدوا يعني الثوم مفيد ويعطي بنة للمرقة. أنا درت منه ملعقة وربع. وبعد راح نزيد نضيف ملعقة تاع كركم، وراح نزيد شوية تاع بسباس للتوابل تاوعي. واخر حاجة راح نضيف الفلفل العكري اللي هو المش حار. وهنا تقدر تضيفوا الحار، يعني اذا كان يعني العائلات تحب الحار تقدروا تضيفوا الحار، يعني حيعطيها بنة اروع. هنا أنا ضفت ملعقة وربع، وراح نحرك كامل هذا التشكيلة هذه تاع التوابل، وراح نحطهم يعني في كش يعني برطمان أو أي شي يكون تاع زجاج. وراح نحط معاه ملعقة وندير المرقة تاعي الحمراء. يعني هذه التشكيلة هذه راح تجيب بنة مرقتك روعة روعة. جربوها بهذه الطريقة هذه وبهذه نفس التوابل هذو، مش راح تندموا. وحتى المرقة تاعكم يعني تكون تريح من بعيد. جربوا هذه الطريقة هذه وادعوا لي. أنا هنا حركت كامل المقادير هذو مع بعض، وراح نروحوا نطرقوا للتوابل تاع المرقة البيضاء. يعني من نفس التوابل راح نحو منهم تشكيلة للمرقة البيضاء. وتقدروا ديروا الطواجن كذلك أو المثوم كما تحبوا. هنا أنا كملت كامل حركته، وراح نحطه كما حكيت لكم في برطمان زجاجي، وراح نغلق عليه، وراح نحطه يعني في البلاكار تاع الكوزينة. كي نكون نطيب المرقة تاعي أو الحريرة راح نضيف منه ملعقة. وها هي التشكيلة تاعنا جاهزة. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقة هذه. ودركا شوفوا معايا الطريقة تاع التشكيلة تاع المرقة البيضاء كذلك يا البنات.
يعني التشكيلة روعة روعة، جربوها. وهنا نروحوا للتوابل تاع المرقة البيضاء. عندي هنايا الكزبر، يعني من نفس التوابل راح نحو منهم يعني ملاعق ونشكلوا تشكيلة رائعة. شوفوا هنا أنا درت 2 ملاعق، راح ندير 4 ملاعق تاع كزبر مرحي. هنا الكزبر هذا يعني إذا كان شريتوه حب ورحيتوه راح يعطيكم واحد الذوق روعة البنات. وبعدها راح نضيف ملعقة كبيرة، ملعقتان كبيرتان تاع العرق الأصفر. هنا العرق الأصفر راه لونه شوية غامق، راه يجي أصفر هو. وبعدها راح نضيف زنجبيل، ملعقة زنجبيل. يعني تحبوا تكثروا الزنجبيل لأنه مفيد للصحة. وبعدها راح نضيف هنايا البسباس، أنا حنضيف هنايا 2 ملاعق كبار تاع بسباس. وبعدها راح نضيف الثوم. هنا الثوم مجفف ومرحي، يعني ما تروحوش ترابوا الثوم وتضيفوه، مش راح تصلح لكم الوصفة ومش راح تبقى لكم مدة طويلة. من الأحسن أنكم تشروا كلش غبرة كيما هكا وتخلطوهم مع بعضهم. هنا أنا حندير القرفة، أنا درت هنايا ملعقة ونصف تاع قرفة، وراح نحرك كامل المكونات مع بعضها. الريحة تاعهم يا البنات خرجت يعني عبقت المكان. نتمنى منكم تجربوا هذه التوابل هذو وتكونوا تعتمدوهم يعني في سائر الأيام أو في شهر رمضان. هذه القرفة هذه أنا حنخليها على شكل كما راكم تلاحظوا عود. كي نكون نطيف اللاصوص تاع المرقة البيضاء راح نكسر شوية وراح نضيفها للمرقة، راح تمد بنة أروع. وهنا البنات تقدروا تضيفوا يعني الفلفل الأبيض، يعني مش الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض يعني يكون كذلك مرحي وتضيفوه معاهم، راح يمد كذلك بنة رائعة. هنا شوفوا التشكيلة تاع المرقة البيضاء والتشكيلة تاع المرقة الحمراء تاع الشوربة فريك. شوفوا هذا البرطمان أو البلارة أنا درت فيها التشكيلة تاع المرقة الحمراء، والأخرى التشكيلة الأخرى تاع المرقة البيضاء. هنا البنات حبيت نوريكم التشكيلة هذه تاع المرقة البيضاء هذه. ضيفوا لها وريقات تاع رند. يعني أنا نحب نضيف للمرقة الحمراء والمرقة البيضاء نحب نضيف لهم الرند لأنه مفيد. وفي نهاية الفيديو نتمنى لكم رمضان مبارك وكريم والسلام.